لكم عملت البسكويت بالزبده، تعالوا بينا نعمله بالسمنه زي المحلات. وعلشان نعمل البسكويت بتاعنا النهارده هنبداها كده مرحله مرحله علشان ما تتلخبطوش معايا. لو انت مش كاتبه المقادير زي ما انا بعمل ابداي معايا كده. اول خطوه احنا معانا هنا كوبايه كبيره اللي هي 200 جرام سمن من التلاجة، يعني هو مش سايح ومش مجمد. نحطها كده هنا. اول حاجه كوبايه ونص سكر بودر. هتجيبي كده الاسباتيول بتاعك وتجيبي من تحت لفوق علشان تتاكدي ان كل السكر بتاعك اتضرب مع الزبده. طيب انا هنا معايا بيضتين بدرجه حراره المطبخ، اهم حاجه ما تكونش من التلاجة علشان السمنه بتاعتك ما ترجعش تجمد تاني. حطينا بيضه واحده كده ونحط عليها فانيلا سايله اهو. نجيب اهم حاجه كده كل الجناب كده ونضرب تاني. خلي بالك طويل شويه في المرحله دي عشان تتاكدي ان كل المكونات اختلطت مع بعض والسكر بتاعك كمان داب. المرحله بقى اللي بعدها انا معايا هنا 3 كوبايات الا ربع دقيق. مش هحتاج للمكونات اللي انا حطيتها اكتر من كده. 3 كوبايات الا ربع انا مش هحطهم كلهم، هحط كوبايتين اهو قدامكم. نسمي الله كده 1.5 كوباية ونسيب دول على جنب. ليه؟ هقول لكم دلوقتي واحنا شغالين كده مع بعض واحده واحده. انا هحط رشه الملح اللي احنا متعودين عليها، رشه بسيطه قوي. اللي معايا هنا 3 معالق ونص نشا علشان البسكويت بتاعك يبقى مقرمش وهش. معلقتين كبار مليانين لبن بودر. نص معلقه صغيره بيكنج باودر. لو زودتي عن كده هتخلي شكل البسكويته الرسمه بتاعت البسكويته بتضيع وفي الفرن بيفرش منك. نقلب بس كده اهو. وانتي بتقلبي كده وتحمستي معايا، لو ما شفتيش فيديو الكحك ارجعي له، احنا عاملينه باجمل طريقه واطعم طريقه ممكن تجربي بيها. حتى لو انتي اول مره تعملي الكحك في البيت هيطلع ناجح معاكي وقمر. هنا اللي معايا دول 3 معالق كبار لبن عادي خالص، لبن من التلاجة. هننزل بيهم كده، هنقلب كده. هو كده شايفين القوام عامل ازاي؟ لسه. علشان كده انا كنت شايله جزء من الدقيق بتاعي على جنب. احط ربع كوبايه بس واقلب واشوف هيحتاج معايا تاني ولا لا، وهوريكم التست هنعمله ازاي. احنا هنا كنا مزودين لو تفتكروا ربع كوبايه دقيق بس. عملتي كده لقيتيه كده بيلزق معاكي، تيجي مزوده ربع كوبايه كمان وتقلبي. طالما ايدك طلعت نضيفه كده هو كده جاهز معاكي. زوديش اي دقيق تاني ويلا بينا نغطيه ونجهز الصاج بتاعنا. هو لا بيتساب يخمر لا فيه خميره ولا فيه اي حاجه. هنغطيه بس 5 دقايق لغايه ما احضر الصاج بتاعي وارجع لكم. انا هنا جهزت الصاج بتاعي. اللي انا جايباه ده قمع اسمه قمع حلواني، بيتجاب من عند محلات مستلزمات الحلويات. والبلبله الستانلس دي هو على حسب الشكل اللي انت عايزاه. شايفين الشكل عامل ازاي؟ ما تخليش البلاستيك ده يحصل الشكل اللي هي الشرشره بتاعته. شايفه البلاستيك فين؟ علشان لو حصلتها من فوق هتلاقي شكل البسكويته طالع ممسوح. عشان تبقى سهله عليا وانا شغاله نسمي الله واضغطي من هنا كده علشان تبقى سهله عليكي اهو. بسم الله. ممكن اول واحده تطلع معانا مش مظبوطه بس عادي جدا يعني. اضغطي عليها كده عشان البسكويته ما تبقاش طالعه خفيفه قوي. هنعمل كل الكميه بنفس الطريقه. هكمل كميه العجين بتاعتي وارجع لكم. احنا عملنا هنا اول كميه معانا، يلا بينا ندخلها الفرن. احنا سيبناها بس ترتاح 10 دقايق. عايزه تسيبيه في التلاجة مش هيضر خالص. خلينا افتكر اقول لكم ان احنا حطيناه على درجه حراره 180، وده برده ما تعتمديش على الدرجه اللي انا بقولك عليها. يعني انت على حسب الفرن بتاعك. عارفه ان هو حامي قوي عن الفرن بتاعي، خلي عينك عليه لان البسكويت بياخد اقل درجه حراره عن الكحك اللي احنا عملناه الحلقه اللي فاتت. هكمل بقيه الكميه بتاعتي ولما نسويها نرجع مع بعض ونشوف عملنا ايه. ودي الكميه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. دي كل كميه العجين اللي احنا عملناها. بتعمل معاكي من 45 ل 50 بسكوته. ما تنسوش قبل ما تكملي الفيديو ده ترجعي الفيديو الكحك الحلقه اللي فاتت علشان تبقي عملتي الكحك والبسكويت بنفس طريقه المحلات. تعملي لي فولو على الاوت بوكس فود وتكتبوا لي في التعليقات عاوزيني اعمل ايه الحلقه الجايه. كل سنه وانتم طيبين.